5 اخطاء ممكن تضيع حقك في كتابه ايصال الامانه. للاسف في ناس كتيره جدا لما تيجي تكتب ايصال الامانه حقها بيضيع بسبب اخطاء بسيطه جدا، زي ان يخلي ايصال الامانه مكون من طرفين مش 3 اطراف، برغم ان ايصال الامانه عباره عن 3 اطراف، شخص سلم الفلوس وشخص استلم الفلوس عن طريق الامانه عشان يوصلها لشخص ثالث. والخطأ الثاني ان اللي استلم الفلوس تخليه يوقع وبس، لان الافضل ان الشخص ده يكتب ايصال الامانه بالكامل. والخطأ الثالث انك تكتب المبلغ بالارقام فقط، لانك لازم تكتب الدين ده بالارقام وبالحروف. والخطأ الرابع لما الشخص اللي استلم الفلوس يوقع ما يكتبش اسمه رباعي من واقع بطاقه الرقم القومي، فنصيحتي خليه يكتب اسمه بالكامل ويمضي، وكمان يبصم، والافضل تحتفظ بصوره من بطاقته عشان هتحتاجها لو حصلت مشكله. وخامس واخر خطأ انه لو حصل خطأ تعدل عليه، لان الايصال لو تم الاضافه او الحذف فيه هيطعن عليه بالتزوير والشخص ده هياخد براءه. ولو عندك اي استفسار كلمنا وهنرد عليه.